أهلا بكم من جديد. جاء ترشح عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر استجابة لمطلب شعبي، حيث رأى فيه الشعب رجل الدولة القادر على قيادة مصر في فترة عصيبة. الرئيس تحمل مسؤوليته الوطنية لقيادة الدولة المصرية والعبور بها إلى المستقبل لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. السيسي كان صادقا مع نفسه ومع المصريين حين أعلن بوضوح أن حجم التحديات التي تواجه الدولة كبير على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، واضعا نصب عين المصريين ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات. واختار تحيا مصر لحملته الانتخابية معليا مصلحة الوطن فوق الأهواء والمصالح الشخصية، إحساسا منه بالمسؤولية الوطنية والانتماء لمصر. دول الخليج كان لها دور مسؤول في دعم مصر لتثبت بذلك حقيقة العلاقات الراسخة والمصير المشترك بين مصر وأشقائها العرب. والآن دعونا نقلب في صفحات الإنجازات التي سطرت في العام الأول. نتابع الآن الجزء الأول منها. استهل السيسي رئاسته برسالة إلى العالم تفيد بأن مصر المستقبل تصنع بإرادة المصريين، واضعا نصب عينيه للحفاظ على الدولة واستعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حديثة. نعم، قناة السويس الجديدة أيقونة إنجازات العام الأول وعلامة بارزة تبرهن على قدرات المصريين في الإنجاز والتحدي من خلال المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد محلية. الحفر الجاف انتهى بنسبة 100% في زمن قياسي لينطلق العمل في أكبر عملية تكريك في التاريخ. طبعا فمحدودو الدخل في أولويات أجندة السيسي، فمنذ توليه المنصب عكف على تحسين أوضاعهم المعيشية وفق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور المقدر ب 1200 جنيه للفرد، واعتمد له ميزانية بلغت 9 مليارات جنيه من الموازنة العامة. ودخلت منظومة الخبز الجديدة حيز التنفيذ إذ استفاد منها 22 مليون أسرة تم دعمها بمبلغ 375 مليون جنيه شهريا. هذا من ناحية. أما الصندوق الاجتماعي للتنمية فقد ضخ مبلغ 1,200,000,000 جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة متناهية الصغر لمحدود الدخل بإجمالي قدر ب 73,300 مشروع وتشغيل حوالي 165,000 عامل من العمالة غير المنتظمة، إلى جانب إطلاق مبادرة مصر بلا غرامات لتحقيق الأمن الاجتماعي، مع البدء في تنفيذ المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا ودعمه ب500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر. الشباب عماد المستقبل وثروة الوطن تبناها السيسي لشحن الهمم للوصول بهم إلى القمم. السيسي عقد جملة من اللقاءات مع الفئة الشبابية لتأهيلها سياسيا واجتماعيا. بسم الله الرحمن الرحيم. واسمحوا لي، أنا مش هقدر أتكلم إلا لما يبقى في مجموعة من الشباب اللي شاركوا في العمل ده يكونوا جنبي هنا بعد الذكر. رزيقة الأطر العامة للسياسة الخارجية والإقليمية لمصر بدأت تتشكل بعد 3 أشهر من تولي السيسي الحكم في البلاد، إذ تسلم عهدة أوراق الدبلوماسية المصرية ليعيد ترتيبها. وقام الرئيس ب27 زيارة خارجية شملت دولا إفريقية وعربية وأوروبية، كما استقبل 15 رئيسا وملكا وأميرا من دول مختلفة. طبعا ناصر، فإن السياسة الداخلية الأمنية لمصر كانت كذلك من أولويات المهمة لعهدة السيسي، فقد تم ضبط 254 بؤرة إرهابية وتحرك إخواني بإجمال قدر ب 1671 متهما، وبلغ عدد العناصر التي تم تصفيتها 30 عنصرا إرهابيا، وتم ضبط 2821 بؤرة إجرامية بإجمالي قارب 38 ألف متهم، وكشف غموض 154 جريمة خطف، وتنفيذ نحو 6 ملايين حكم، وضبط 87 ألف قطعة سلاح أبيض، وضبط 464 عبوة ناسفة، و247 سلاح ناري، و182 سلاح خرطوش، و19 حزام ناسف، وضبط 1682 تشكيل عصابي، وضبط 5766 سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 1170 حادثة قتل عمد، و621 سرقة بالإكراه،
و661 هتك عرض و94 اغتصاب، وتنفيذ إزالة 111 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وضبط 322 قضية تزوير وتزييف. أكد البنك المركزي المصري أن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق صافي تدفق للداخل بلغ 5 مليارات و700 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، مقابل 3 مليارات و100 مليون دولار للعام الماضي. وأوضح المركزي المصري بأن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية جاءت كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل من الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، وارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول لملياري دولار. السيسي حقق إنجازات هائلة منذ توليه مقاليد البلاد في مختلف المجالات، ولكن ما أنجزه السيسي في مجال الاقتصادي يبقى ازدهارا وتقدما من نوع خاص. الأجندة الاقتصادية للسيسي تزخر بالمشروعات والاستثمارات التي تضع مصر في مكانها الطبيعي بين مصاف الدول الكبرى. لاستعراض أبرز تلك المشروعات وأهم القطاعات نتابع الآن الجزء الثاني. بالعودة إلى إنجازات السيسي الاقتصادية، فقد ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، كما انخفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري إلى نحو 10.5% من الناتج المحلي. هذا وقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1,800,000,000,000 دولار، وزيادة التصنيف الائتماني للدولة للمرة الأولى منذ العام 2011 من مؤسسة فيتش لدرجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع مستقر. وفي قطاع الطاقة والكهرباء تم ضخ 3.6 جيجا إلى الشبكة في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء، بالإضافة إلى التعاقد على 1300 ميجا، وبدأ التنفيذ فعليا وتوفير 260 ألف فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص، وتشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وصرف مبلغ 2,800,000 جنيه كإعانات لنحو 24 ألف عامل. الإسكان والتنمية العمرانية اختصت باهتمام وافر، حيث تم تنفيذ 67 ألف وحدة سكنية، وذلك من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 173 ألف وحدة باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه. أجل ناصر أطلق السيسي مشروع الشبكة القومية للطرق لتكون شرايين جديدة للبنية التحتية عبر تنفيذ 3200 كيلومتر لتعيد رسم خريطة النقل والمواصلات في البلاد. وبلغت معدلات التنفيذ بنحو 50% من الأعمال المستهدفة، على أن يتم افتتاح الجزء الأكبر منها في أغسطس المقبل. وتم إعادة الحركة لخطوط السكك الحديدية بنسبة 98%، وتطوير 12 قطار بإجمالي 108 عربة، والتعاقد على تصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,300,000,000 جنيه. كما تم شحن 20 عربة بالفعل، وتطوير 103 مزلقان بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون جنيه. وفي مجال التعليم ما قبل الجامعي تم إنشاء 5,368 حجرة دراسية، والانتهاء من إنشاء 61 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجا عبر منحة من دولة الإمارات. هذا بالإضافة إلى الانتهاء من بناء أسوار 222 مدرسة بكافة أنحاء الجمهورية. كما اختص التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام من طرف الرئيس السيسي، إذ تم استعادة الاستقرار الأمني داخل الجامعات وإحكام السيطرة على الأبواب في 12 جامعة، وبتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه. في ملف الأوقاف وتجديد الخطاب الديني، فقد تم منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر وتوحيد خطبة الجمعة، مع تسيير نحو 400 قافلة دعوية بالمحافظات ومراكز الشباب والقرى والنجوع، فضلا عن طبع 10,000 نسخة من كتب الخطب العصرية لوزارة الأوقاف. أخيرا الرعاية الصحية، وليس أخيرا فأولويات أجندة السيسي ما تزال تخفي الأهم، إذ تم إنشاء وتطوير وتجهيز 13 مستشفى ومركز صحي بقدرات استيعابية بلغت 1282 سريرا، ورفع كفاءة 29 مستشفى،
وتدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه. السيسي حقق إنجازات هائلة منذ توليه مقاليد البلاد في مختلف المجالات، ولكن ما أنجزه السيسي في مجال الاقتصادي يبقى ازدهارا وتقدما من نوع خاص. الأجندة الاقتصادية للسيسي تزخر بالمشروعات والاستثمارات التي تضع مصر في مكانها الطبيعي بين مصاف الدول الكبرى. لاستعراض أبرز تلك المشروعات وأهم القطاعات نتابع الآن الجزء الثاني. بالعودة إلى إنجازات السيسي الاقتصادية، فقد ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، كما انخفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري إلى نحو 10.5% من الناتج المحلي. هذا وقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1,800,000,000,000 $، وزيادة التصنيف الائتماني للدولة للمرة الأولى منذ العام 2011 من مؤسسة فيتش لدرجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع مستقر. وفي قطاع الطاقة والكهرباء تم ضخ 3.6 جيجا إلى الشبكة في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء، بالإضافة إلى التعاقد على 1300 ميجا، وبدأ التنفيذ فعليا وتوفير 260 ألف فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص، وتشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وصرف مبلغ 2,800,000 جنيه كإعانات لنحو 24 ألف عامل. الإسكان والتنمية العمرانية اختصت باهتمام وافر، حيث تم تنفيذ 67 ألف وحدة سكنية، وذلك من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، وجري تنفيذ 173 ألف وحدة باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه. أجل ناصر، أطلق السيسي مشروع الشبكة القومية للطرق لتكون شرايين جديدة للبنية التحتية عبر تنفيذ 3200 كيلومتر لتعيد رسم خريطة النقل والمواصلات في البلاد. وبلغت معدلات التنفيذ بنحو 50% من الأعمال المستهدفة، على أن يتم افتتاح الجزء الأكبر منها في أغسطس المقبل. وتم إعادة الحركة لخطوط السكك الحديدية بنسبة 98%، وتطوير 12 قطار بإجمالي 108 عربة، والتعاقد على تصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,300,000,000 جنيه. كما تم شحن 20 عربة بالفعل، وتطوير 103 مزلقان بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون جنيه. وفي مجال التعليم ما قبل الجامعي تم إنشاء 5,368 حجرة دراسية، والانتهاء من إنشاء 61 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجا عبر منحة من دولة الإمارات. هذا بالإضافة إلى الانتهاء من بناء أسوار 222 مدرسة بكافة أنحاء الجمهورية. كما اختص التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام من طرف الرئيس السيسي، إذ تم استعادة الاستقرار الأمني داخل الجامعات وإحكام السيطرة على الأبواب في 12 جامعة، وبتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه. في ملف الأوقاف وتجديد الخطاب الديني، فقد تم منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر وتوحيد خطبة الجمعة، مع تسيير نحو 400 قافلة دعوية بالمحافظات ومراكز الشباب والقرى والنجوع، فضلا عن طبع 10,000 نسخة من كتب الخطب العصرية لوزارة الأوقاف. أخيرا الرعاية الصحية، وليس أخيرا فأولويات أجندة السيسي ما تزال تخفي الأهم، إذ تم إنشاء وتطوير وتجهيز 13 مستشفى ومركز صحي بقدرات استيعابية بلغت 1282 سريرا، ورفع كفاءة 29 مستشفى، وتدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه.